أيها الإخوة، الليلة ليلة الصلح. مهما كنت فاعلاً فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشة: قولي إذا كانت ليلة القدر: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. والعفو هو المحو والإزالة. الله مو بيغفر لك ذنبك الليلة، الله بيعفو عنه، يعني بيمسحهم، يعني 0-0، يعني بتبدأ بداية جديدة مع الله عز وجل. الليلة ليلة العودة إلى الله، الليلة ليلة العفو العام، فيها يقترب البعيد ويعود الآبق ويتوب المسيء وينادى على الخلائق: يا باغي الخير أقبل. منذ الساعة أيها الإخوة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. يا ترى هل تعاهدون ربكم أن تتركوا ما حرم الله عليكم؟ يا أخوان، إذا الله عز وجل قال لك: يا عبدي خلاص 0-0، أنا مسامحك، أنا مسحت كل شيء مضى، عيب خلاص، يعني لازم بقى تقول له: خلاص أنا سأترك كل ما يبعدني عنك، أنا سأترك كل ما نهيتني عنه. هو عم بيقول لك: أنا سأعفو. ما حلوة أنت تقول له أو يعني تنوي أنك بدك تستمر فيما كنت عليه. لا ندري يا أخوان، منعيش لليلة قدر أخرى، منعيش أسبوع آخر، منعيش سنة أخرى. فاذهب إلى ربك وأنت معفو عنك، خاصة وأن أعظم ما في ليلة القدر أنه أنزل فيها القرآن. فلينزل القرآن على قلبك حتى تعمل بآياته، فلينزل القرآن على لسانك حتى يصير كلامك مما يرضى عنه القرآن، فلينزل القرآن على أفعالك حتى تصير أفعالك كما يأمر القرآن، فلينزل القرآن على أخلاقك حتى تصير أخلاقك كما يحب القرآن. كأني بالله عز وجل ينادي عليك: عبدي متى جئتني قبلتك، إن أتيتني ليلا قبلتك، وإن أتيتني نهارا قبلتك، إن تقربت مني شبرا تقربت منك ذراعا، وإن تقربت مني ذراعا تقربت منك باعا، وإن مشيت إلي هرولت إليك. لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. ومن أعظم مني جودا وكرما؟ اللهم لا أحد. عبادي يبارزونني بالعظائم وأنا أكلأهم على فرشهم. إني والجن والإنس في نبأ عظيم. أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي. خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد. من أقبل إلي تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني ناديته من قريب، ومن ترك لأجلي أعطيته فوق المزيد، ومن أراد رضاي أردت ما يريد، ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديد. أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل شكري أهل زيادتي، وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي. إن تابوا فأنا حبيبهم، فإني أحب التوابين وأحب المتطهرين. وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب. من آثرني على سواي آثرته على سواه. الحسنة عندي ب10 أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والسيئة عندي ب1، فإن ندم عليها واستغفرني غفرتها له. أيها الإخوة، تعالوا نحن مجتمعين نعود إلى الله تعالى تائبين، ومهما أسلفت فعاهده أنك مقبل عليه.
روى الترمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر ما أدعو؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني أنتم الآن يا أخوان عم تستعدوا لأن يغفر لكم ما مضى من ذنوبكم، لأن يعفى عنكم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر.